فالويل ثم الويل ثم الويل للقاتل من عذاب الله. النفس البشرية لها منزلة عظيمة عند الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه وفضله على كثير من خلقه وأكرمه برزقه ونعمه، وسخر الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض من فضله، وشرع له شرائع تحميه من الاعتداء عليه في ماله أو عرضه أو دمه، فماله تحرم سرقته وعرضه يحرم هتكه سواء كان بالغيبة أو النميمة أو القذف أو غيره، ودمه يحرم سفكه وقتله. أيها المسلمون، إن قتل النفس البشرية لها أشكال وأنواع. من تلك الأشكال أن يتعمد الإنسان قتل أخيه بسبب نزاع أو خصومة كما هو حاصل في هذا الزمان. يقتل المسلم أخاه المسلم على 1000 ريال أو على رقبة قات أو على مضاربة أطفال كما في قضية المقتول مرسال، أو يقتل بسبب نزاع على قطعة أرض أو عداوة شخصية أو سرقة وغيرها من الأسباب. فهذا يعتبر عباد الله من أعظم الذنوب التي يخسر صاحبها دنياه وأخراه، كما خسرها أول قاتل على هذه الأرض قابيل لما طوعت له نفسه قتل أخيه هابيل فقتله فأصبح من الخاسرين. وقد كثر القتل في هذا الزمان، فلا يكاد يمر يوم أو أسبوع إلا ونسمع عن سفك الدماء بغير حق. فهذا جار قتل جاره، وذاك ولد قتل والده، وصاحب قتل صاحبه لأتفه الأسباب. فالويل ثم الويل للقاتل من عذاب الله. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب قتلني هذا، حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فقرأ هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عباد الله، إن المؤمن وهو يسمع هذا الوعيد الشديد ليبتعد بنفسه عن كل ما يؤدي به إلى الاعتداء على نفس بشرية.